دخلوا البنت العمليات فوراً عشان ينقذوها، وعلى طول المستشفى بلغت الشرطة طبعاً باللي حصل، ووصل ضابط المباحث. بس المشكلة إن البنت غابت عن الوعي ومفيش أي فرصة إنه يسألها، وكان الخيط الوحيد اللي ممكن يوصله لأي حاجة هو الدكتور اللي كلمها قبل ما تدخل في الغيبوبة. الضابط سأله عن اللي حصل، فبلغوا إن البنت قالت جوزها اللي عمل فيها كده، وطلب إنه يسأل البنت لما تخرج من العمليات لو حالتها الصحية تسمح يعني، والدكتور قال له استحالة، دي في غيبوبة. ما كانش قدام الضابط إلا إن شهادة الدكتور تكون هي الخيط اللي هيبني عليه شغله. كتب محضر واترفع للنيابة، وطلع قرار بالقبض على جوزها. الضابط جهز القوة وراح يقبض عليه، كان متوقع يلاقيه هرب بعد اللي عمله، لكنه اتفاجئ بحاجة يمكن أول مرة كان يشوفها. فتحوا باب الشقة لقيوه قاعد لوحده على كرسي في الصالة ومنهار ودموعه نازلة، بيعيط على مراته اللي بين الحياة والموت.